أهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو للكروشيه. لو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بلوفر سهل وبسيط للمبتدئات. فكرته جديدة علينا و مش عايزة أقولك قد إيه هيكون سهل وبسيط حتى لو كنت لسه بتتعلمي جديد في الكروشيه. هنتكلم عن كل المقاسات، والمقاسات مشكلة ناس كتير بعتولي من متابعات القناة، وعشان كده عملت لكم فيديو ازاي ترفعي المقاسات في الكروشيه والتوريكو. اتكلمنا، يا رب يكون الفيديو اللي عملته مفيد، واي اسئلة انا معاكم وارد على كل الاسئلة اللي بتبعتوها ان شاء الله. فكرة البلوفر اللي هنعمله النهاردة فكرته مبنية على ضفاير، وانا ببدأ اشتغل على الضفاير. ازاي ارفع او ازاي اخد المقاسات حتى لو لبيبي صغير، يعني هتكلم من اول بيبي لحد لينا احنا شخصيا. الفكرة بتاعته هو بادئ من ضفيرة في منتصف الصدر، بادئ بضفيرة من منتصف الصدر، يعني ضفيرة هنا بدأ من المنتصف هنا، تمام. والضفيرة دي هتعمليها بطول البلوفر اللي انت عايزاه، يعني لو عايزاه لحد الوسط فانا وقفت لحد هنا، يبقى الضفيرة بتاعتي هقيس من اسفل الرقبة، يعني اهي الرقبة اسفل الرقبة للطول اللي انا عايزاه على الشخص قدامي، تمام كده. عايزاه اطول من عند، يعني من بعد الوسط، فهتنزلي بالطول اللي انتي عايزاه. مثلا عايزاه في منتصف الهنش، تمام. فانا الضفيرة بتاعتي هيكون طولها من اول الرقبة الى منتصف الهنش، تمام. لان الضفيرة دي انا هبني عليها باقي البلوفر، فانا عشان كده اكدت. طيب البلوفر بتاعي في ضفيرة من الامام وفي ضفيرة من على الكم، منتصف الكم، تمام. وطبعا الكم التاني شرحه، يعني الكمين زي بعض. فانا من المفروض طول الكم عندي هو برضو بطول الضفيرة، يعني انا لو عاملاه لنفسي فانا الكم بتاع اي حد كبير بيتراوح ما بين 60 الى 68 مثلا مثلا، تمام. فانا من المفروض طول الكم اهو، يبقى انا الضفيره عندي طولها بطول الكم اللي هو 65 68 وهكذا. حلو الكلام. يبقى انا هبدا سواء من الامام او من الاكمام بالضفيره كده، اوكي. طيب دي كده اول مقياس انا المفروض يكون عندي، تمام. هتكلم على انواع الخيط، وانا دايما بسيبلك انواع الخيط ده بتاعك انتي، مش بحب يعني اقولك اشتغلي بحاجه معينه، لان كل الخيوط هتشتغل وكل الخيوط حلوه. لو عايزاه طبعا شتوي هتشتغليه شتوي قوي، يعني حاجه كده اصواف، اوكي. هتشتغليه بالاليز، انا دايما بفضل الاليز رفيع، تمام. بحس ان البلوفر في الاخر بيطلع حاجه خفيفه ولطيفه في اللبس، مش بحب السميك منه. انا اشتغلت تمام او هشتغل بالخيط ده انواع خيوط يعني متداولة عادية، يعني اللي هي مش اخده اسم عالي زي الاليز، فا اوكي يعني هي لطيفة في اللبس وبرضو حلوة، تمام. في لو عايزاه حاجة صيفي هتستخدمي القطنيات من أليز اللي هو ده. بصي شوفي اللي يريحك اشتغلي بيه، حتى لو نوع خيط مش معروف قوي برضو بيبقى تمام، اوكي. المهم تكون الفتلة ناعمة
وخفيفة ومش بتوبر. اوكي، بس كده، ده المهم عندي. انا اشتغلت بالخيط مادام كوتون وابرة رقم 3.5، مش باينة، 3.5. اوكي. عايزة اقول على حاجة قبل ما ابدأ. الشغل ده شغل روماني. تمام. الشغل الروماني، دي الإبرة بتاعته. تمام. هي إبرة كروشيه برضو. تمام. بس بتبقى بالحجم ده، عشان لو هتعملي قطعة كبيرة أو البلوفر نفسه بتستخدمي الإبرة الكبيرة. أنا مش هحتاج للإبرة الكبيرة عموما، بس أنا بوريكي إن الشغل ده هو شغل الإبرة دي معظمه. تمام. بس أنا هشتغله على إبرتي الاعتيادية عادي جدا. بس أنا لو عايزة أشتغل مثلا ظهر البلوفر أو وش البلوفر بأكمله، فالقطعة بتاعتي هتكون على الإبرة شبيه بالظبط بالتريكو. بس أنا مش هحتاج إني أشتغل القطعة بأكملها على الإبرة الكبيرة، فأنا عشان كده استخدمت إبرتي الاعتيادية. حلو الكلام. طيب هشيل دي وأبدأ معاكي. أنا هنا اشتغلت جزئين من الضفيرة بتاعتي، فاضل لي الجزء الثالث اللي هشتغله معاكي. حلو الكلام. شيلي الأستاذ، اقعد هنا. هعمل ايه بقى؟ انا عايزة اشتغل عدد سلسلة فردي، يعني انا هنا اشتغلت 5. حلو الكلام. لو انت عايزة الضفيرة اعرض اشتغلي 7. حلو. يبقى انا هشتغل عدد من السلاسل، ألا وهو 1 2 3 4 5. نقرب 5 اهو سلسلة. تمام. ببدأ اعمل ايه بقى؟ ادخل هنا واسحب الخيط اللي وراها وادي ال5 والاخيرة. زي ما قلتلك، عايزة الضفيرة اعرض اعمليها ب7. تمام. لازم يكون بس العدد فردي. طيب لفة على الإبرة هبدأ أخرج 1، لفة على الإبرة هبدأ أخرج 2، لفة على الإبرة هبدأ أخرج 2، لفة على الإبرة أخرج 2، لفة على الإبرة أخرج آخر 2. تمام. طيب هعمل إيه؟ هبدأ أدخل، ركزي معايا، هبدأ أدخل في الجزء ده كده، واللي وراه كده، واللي وراه من جواه كده. بدخل واسحب الخيط، والاخير كده. لفة اخرج 1، لفة اخرج 2، لفة 2، لفة اخرج 2، لفة اخرج ال2 الاخر. تمام. تاني هنا بدخل في النص كده، بدخل في النص كده واسحب 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 واسحب. لفة اخرج 1، لفة اخرج 2، لفة اخرج 2،
لفة اخرج 2، لفة اخرج 2. تاني واخر مرة بدخل هنا اسحب الخيط بتاعي في اللي وراها، واخر واحدة لفة اخرج 1، لفة اخرج 2 2 2 واخر 2. تمام. ده كده شغلي طول الوقت لحد ما اعمل طول الضفيرة اللي اتفقنا عليها، الطول اللي هو من اسفل الرقبة الى طول البلوفر اللي انتي عايزاه، حتى لو كان البلوفر اللي عاملالي بيبي صغير هيكون نفس الشغل. تمام. انا هكرر نفس الشغل اللي انا بعمله، مفيش اي حاجة لحد ما اوصل للطول بتاعي وارجع لك عشان نشوف هنكمل الشغل بتاعي ازاي. كده انا وصلت بالطول اللي انا عايزاه. طبعا التلاتة لازم يكون طولهم قد بعض بالظبط. تمام. واخر سطر هيكون معايا هعمل ايه؟ ارتفاع سلسلة وادخل في نفس الاماكن بس غرزة بقى حشو. تمام اهو، وكده اكون خلصت حشو. تمام. ارتفاع سلسلة وهقص الخيط بتاعي خلاص، واشد ده كده وابدأ انضف الزيادات او الفتلة بتاعتي، اشيلها عشان يبقى شغلي نضيف. تمام. ده كده انا كده عملت الضفيرة. هي بتتكون من 3 شرايط زي ما انت شايفة كده. كل شريط فيهم نفس عدد الأسطر ونفس البداية، يعني بدأتي على 5 سلسلة، يبقى ال3 أفرع أو ال3 شرايط بتبدأي بنفس البداية. بدأتي ب7 سلسلة نفس الكلام، وهكذا، ونفس الأطوال طبعا. تمام. تشيلي أي زيادات. تمام. وتنضفي الشغل بتاعك عشان انا دلوقتي هقفل ال3 اجزاء مع بعض. تمام. طيب بصي يا ستي، هحط ال3 كده. تمام كده. تمام. والمفروض عايزة اضم ال3 بنفس المنظر كده. تمام. بإبرة التنظيف بتاعتي. تمام. هبدأ ألمهم مع بعض خياطة. تمام. يعني هلمهم كده اهم، الاتنين ورا وواحدة فوقيهم كده. هبدأ أخيط الجزئية دي مع بعض عشان أعمل الضفيرة بتاعتي. اوكي، زي ما أنا حطيتهم هخيطهم. تمام كده. كده أنا خيطت أهو ال3 أجزاء مع بعض. تمام. هبدأ معاكي أعمل الضفيرة بتاعتي. تمام كده.
وكده. تمام، ضفيرة عادية جدا اهو. تمام لحد ما بوصل ليه النهاية اهو. بخيط الجزء ده برضو مع بعضه على بعض زي ما هو كده اهو. تمام اهو، بس هخلي الجزء ده لتحت كده كده. تمام، زي ما قلتلك هلمه زي ما هو كده واخيطه، وهبدأ بقى في شغل البلوفر الباقي. والباقي اسهل ما يكون، يعني انا شغل البلوفر ده هو الاهم فيه اللي انا عملته، اللي هو الضفيرة. تمام، اعيد عليها دور تاني يعني كده، ارجع بالخياطة واظبطها كده. انا عملت الجزء ده وهبدأ معاكي حالا في الجزء التاني، وكمان خيطت الجزء اللي خلاص عايزاه يتلم او يتخيط على بعضه، لاني خلاص هقص الفتلة بتاعتي وابدأ انضف كمان الفتل دي انا مش عايزاها. تمام، اشيل دي وانضف الفتل الزيادة عشان ابدأ شغلي على نظافة. تمام، هبدأ معاكي بقى اشتغل. ده كده الظهر، وادي الوجه بتاع الضفيرة. هبدأ معاكي. احنا اتفقنا ان الضفيرة دي، تمام، الضفيرة دي مكانها هنا، مكانها من اسفل الرقبة لنازل للطول اللي انا عايزاه. تمام، فانا بقى هعمل ايه؟ هبدأ اشتغل الاجزاء دي، يعني انا هشتغل على يمين وعلى شمال الضفيرة. تمام، هشتغل على يمين وشمال الضفيرة. طيب هبدأ معاكي، هبدأ من بداية الضفيرة من فوق، وهشتغل في آخر سلسلة اللي هي الحرف بتاع الضفيرة. يعني أنا هدخل حشو في كل مكان أو كل، أدخل دي بس كده عشان يبقى شغل نضيف. في كل سلسلة هتقابلني من حرف الضفيرة اهو. تمام كده. تمام، بشتغل لحد ما اوصل لي، شايفة الفرق ما بين الاتنين؟ هدخل فيهم كده عشان يبقى ثابت. اوكي، يعني اهو اهو، شايفة الفرق؟ انا خلاص ظبطتها انها تكون كده. ففي واحدة هنا وواحدة هنا، دول هيتاخدوا مع بعض لما اوصل لهم. اكمل معاكي. انا بعمل حشو. تمام،
في كل سلسلة. تعالي كده نشوف وصلنا اهو. تمام، والشغل مرتاح، مفيش اي حاجة اهو. اللي جاية اللي هي دي مع اللي ورا والشغل مرتاح اهو. كده انا اخدت الاتنين مع بعض. عايزة تعملي كمبتدئة مفيش مشكلة خالص معانا في حاجة. شايفة الجزئية دي؟ حطي يا ستي عشان ما تغلبيش نفسك زي كده اهو. يبقى انا هنا مسكت الجزئية المفروض فيها هتدخل سلسلة واحدة، وهنا كمان، وهكذا. تمام. المهم تكون الضفيرة زي ما قلتلك مرتاحة زي اهو كده اهو، وتبدأي تشتغلي براحتك خالص. عشان لو رفعوها زي كده اهو ما تدخليش في اماكن تانية. يبقى انا هبدأ او بدأت حشو من اول السطر، غرزة حشو في حرف الضفيرة خالص. تمام، اخر سطر فيها. و في جزئية هاخد الجزئين مع بعض عشان اثبت الضفيرة تكون ثابتة، مش جزء وجزء اهو. وصلت هنا للعلامة ورا قدام اهو. تمام. هكمل لباقي او لاخر السطر، وارجع لك اوريكي هنعمل ايه. كده وصلت لنهاية السطر. تمام اهو، غرزة الحشو لنهاية السطر. تمام، واحدة اخيرة اهو، ارتفاع سلسلة. هلف الشغل كده انا على الظهر بتاع الشغل. تمام، هشتغل في لوب واحد حشو برضو. تمام، عايزة تشتغلي في لوب واحد زي الفل. عايزة تشتغلي في غرزة الحشو بأكملها برضو حلو. يعني كده، يعني كده أنا بشتغل على لوب واحد عشان أعمل غرزة بارزة في البلوفر بتاعي. تمام، فأنا بشتغل على لوب واحد، يعني جزء واحد من الشغل. سوري. تمام اهو، يعني جزء واحد من حرف الفي بتاعي. تمام. بصي هكمل لباقي السطر بنفس الطريقة وارجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده وصلت لحد نهاية السطر اهو، غرزة حشو، ارتفاع سلسلة، ألف الشغل وأبدأ أشتغل بنفس الطريقة في لوب واحد فقط. تمام، حشو برضو. تمام اهو، عشان اعمل غرزة بارزة شكلها حلو في البلوفر كله.
انا كده هكرر نفس الشغل ونفس الأسطر بدون أي اختلاف. أنا كده في تاني سطر، وآجي شكل عايزة أوريكي. تمام، هكمل لباقي السطر وأرجع. عايزة أقول حاجة قبل ما أبدأ أمشي أو أرتفع بعدد الأسطر سواء يمين أو شمال، لأن الشغل اللي هيتعمل هنا هيتعمل هنا. احنا اتفقنا إن المنطقة دي عند الرقبة، حلو كده. فأنا من المفروض بعمل إيه؟ برتفع بعدد أسطر، وبعد عدد الأسطر برجع أعمل إيه؟ ارتفع كمان. يعني انا همشي المسافة دي وارجع بعد المسافة دي ارتفع لفوق كده عشان اعمل الكتف. تمام، اعمل الكتف من هنا طبعا ومن هنا، وبعد الكتف اللي هو فيه حردة الجيرو او حردة الباط. تمام، فانا من المفروض عدد الاسطر اللي هعمله شمال او يمين يكون هي، انا عايزه بس اوريكي هي ايه. هي المنطقه دي والمنطقه دي، اوكي كده. فانا من المفروض عدد ارتفاع الاسطر اللي هرتفعه هيكون الجزئيه دي. حلو، ليه؟ لان انا فيما بعد هغير الشغل واطلع لفوق كأني بالظبط بقفل حردة الرقبة. تمام، انا حابة بس اوريكي انا بشتغل ازاي عشان ما تكونيش تايهة معايا. يعني أنا دلوقتي همشي الجزئية دي، وليكن الضفيرة عندي اصلا قد ايه؟ الضفيرة 5 سنتي، الضفيرة 5 سنتي. تمام، طيب لو انا شغالة لطفل فانا الضفيرة 5، يبقى انا هشتغل هنا كمان 5. تمام، سنتي. تمام كده، تمام. والناحية دي برضو 5 سنتي. طيب انا لو بشتغل ليا انا، يعني بلوفر ليا، فانا هعمل ايه؟ هحسب الضفيرة 5، هي خلاص اوريدي 5، وهشتغل من الناحية دي. المفروض الجزئية دي لطفل 15. تمام، 15 سنتي. للكبير 20 إلى 22 سنتي. تمام، 20 أو 21 عشان أقول إن أنا همشي من هنا للكبير 8 سنتي. تمام، يبقى 8 سنتي و8 سنتي مع حساب إن الضفيرة 5. حلو الكلام. اوكي، يبقى انا كده قلت لك لو هتعمليه لطفل حوالي من 9 ل 10 سنين وممكن يلبس ل 11، هتشتغلي 5 و5 شمال و5 يمين بالمزورة. لو للكبير هتشتغلي ال5 بتاعت الضفيرة و8 شمال و8 يمين. حلو كده. فانا حبيت برضو اوريكي انا هعمل ايه قبل ما اشتغل. انا دلوقتي هشتغل 5 سنتي شمال
و5 سنتي يمين الضفيرة، وارجع لك عشان نشوف نكمل شغلنا ازاي. كده انا اشتغلت عدد الاسطر اللي هو اداني 5 سنتي زي ما اتفقنا. تمام كده. يبقى انا كده ارتفعت 5. المفروض الناحية التانية او المقابلة برضو نفس الرقم. وهبدأ اشتغل او هبدأ اعمل معاكي حاجة جديدة اللي هي ايه؟ اللي هي ارتفاع الكتف. ارتفاع الكتف. فانا هرتفع عدد من السلاسل تمام. ارتفعت عدد من السلاسل، ارتفعت 12 سلسلة. تمام كده. بالمزورة عشان لو خيطك يختلف عن الخيط بتاعي هيكون حوالي 6 سنتي اهو، حوالي 6 سنتي. طيب لو انا بعمل ليا انا شخصيا، فانا من المفروض الارتفاع اللي هو ال6 ده هيكون 10 سنتي. 10 تمام سنتي للمقاس الكبير. تمام. خدي بالك ان الجزئية دي هي فتحة الرقبة من قدام. خدي بالك ان الارتفاع ده فتحة الرقبة زي ما انا رسمة كده على الورقة من الامام. حلو الكلام. انت عايزاها اوسع زودي عن ال10، خليها 12، خليها 15، ايا كان انت عايزة الوسع من قدام ايه. كده متفقين؟ متفقين. هبدأ اشتغل نفس الشغل هو هبدأ اشتغل نفس الشغل هو اللي هو ازاي؟ اللي هو ارتفاع سلسلة، وابدأ الاول اعمل غرزة حشو. تمام كده. بشتغل غرزة حشو. تمام. اشتغلت اخر اهو سلسلة غرزة حشو. تمام. وبعدين هبدأ اشتغل عادي خالص، اكمل شغلي اللي هو انا مستمرية فيه، اللي هو على لوب واحد كده. تمام كده. وهكمل لحد نهاية سطري، وارجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده انا وصلت لنهاية السطر زي ما اشتغلته اهو، وارتفاع سلسلة، وهقلب الشغل وهبدأ اشتغل على الناحية التانية وبنفس الطريقة وبدون اي تغيير. انا ارتفعت اهو سلسلة، وهبدأ برضو اشتغل على لوب واحد فقط لحد ما اوصل للجزء الجديد اللي عملناه مع بعض. هنرجع نشوف هنعمله ازاي. عموما احنا هنعمله بنفس الطريقة، يعني مفيش اي تغيير. هشتغل فيه على لوب واحد فقط. هكمل باقي السطر لحد ما اوصل للجزئية
الجديدة دي ارجع عشان نشوف هنعمل فيها ايه. كده وصلت للجزء اللي انا عملته تمام، اللي هو الجديد يعني، وبرضو هشتغل فيه نفس الشغل اللي هو في لوب واحد غرزة حشو. يعني زي ما قلتلك ان انا شغلي مش هيختلف فيه اي حاجة. تمام، انا كده بعمل جزئية الاكتاف او الكتف. تمام، لان انا شغالة في ناحية واحدة، فانا بعمل جزئية الكتف. هفضل اخلص السطر واقلب الشغل واشتغل على لوب واحد، يعني ما عنديش اي حاجة هتتغير في شغلي عشان اكبر الجزئية دي. اهو انا كده خلصت لحد اخر السطر. ارتفاع سلسلة، الف الشغل، هشتغل برضو في اللوب اللي هو الخلفي بنفس الطريقة. تمام، ولحد نهاية السطر اقلب الشغل وهكذا. يعني ما عنديش اي حاجة في الشغل بتاعي هيبقى جديد او هيتغير. اهو هكبر بقى المسافة دي، هي مسافة الكتف، الجزء اللي انا شغالة عليه اللي هو ده هيكبر بمسافة الكتف بتاع اللي انا شغالة عليه، سواء صغير او كبير. ده يبقى عشان برضو اسيبك وتبقي عارفة انا شغالة ازاي. انا دلوقتي اهو بدأت في الجزء ده، فانا عايزة الجزء اللي انا هرتفع بيه او عدد الاسطر هو المفروض يتقاس بالمزورة، يكون الكتف بتاع الشخص اللي انا شغالة على مقاسه، سواء لكبير او لصغير. طيب انا قلت ان انا شغالة البلوفر لسن 19 سنين. حلو كده. فهيكون الكتف بتاعي قيمته، القيمة بتاعته حوالي من 5 إلى 6 سنتي، يعني الارتفاع بتاعي كده. تمام، ليا أنا شخصيا أو لشخص كبير حوالي من 10 إلى 12 سنتي. تمام، يعني كده الكتف بتاعي. تمام، على حسب مقاسك. لو بتعملي البلوفر لبيبي، يعني لسن مواليد او لحد مثلا سنة، الضفيرة بتاعتك هتقلليها عن احنا بدأنا على 5. حلو، احنا قلنا عايزين رقم فردي، فبالتالي تقدري تعملي الضفيرة 3 فقط وهتبقى حلوة جدا. لان خلي بالك الضفيرة بتاخد 3 شرايط، فالضفيرة معايا عريضة لحد كبير، يعني من سن مثلا 10 سنين هنلبس بقى ميديوم لارج اكس لارج وهكذا. عايزاه لبيبي هتعملي الضفيرة دي هتبدأيها على رقم فردي، فيكون 3 شريط، 3 و3 و3. اوكي، فهيديكي في الاخر الضفيرة مش 5 سنتي طبعا، هتكون حوالي 3 إلى 4 سنتي. اوكي، بعد ما تكوني ضفرتيها. ايه كمان العرض ده المفروض احنا قلنا لسن صغير 5 و5 و5، يعني 15. للبيبي هيكون 10 سنتي إلى كبيري 12 كده. اوكي، يبقى انا قلت مقاس لبيبي كمان او لسن. دايما احنا لما بنقول من بيبي بنقول بيبي الى يعني من سن مواليد الى سنة. حلو كده، فانا قلت كده. طيب للارتفاع ده
بالنسبة للبيبي احنا قلنا لسن 9 سنين، وقلنا لسن كبير. فأنا للبيبي الارتفاع ده هيكون كام؟ هيكون حوالي 4. كبيري هيكون 5 سنتي ارتفاع الكتف. حلو كده. طيب الجزء ده أنا قلتلك هرتفع بيه وارجع لك عشان نشوف هنعمل ايه. انا هرتفع بيه 5 سنتي لسن 10 سنين، ليكي انتي من 10 الى 12 سنتي. طب للبيبي هترتفعي قد ايه؟ هترتفعي جزء الكتف 4 سنتي، هيكون حلو قوي. تمام. اسيبكم اعمل الارتفاع بتاعي اللي هو 5 سنتي وارجع لكم، هيكون الجزء ده كبر قيمة ال5 بتوعي. كده انا اشتغلت الجزء اللي اتفقنا ان احنا هنكمله تمام بعدد الاسطر، واشتغلت كمان الجزء اللي قصاده عشان يبقى شكل البلوفر مكتمل وشكله باين قدامكم. الاجزاء اللي فاضلالي سهلة جدا جدا، هي بالظبط زي الجزء ده من شغله. انا هشتغل او فاضل لي كام قطعه عشان اكون خلصت البلوفر. اول حاجه انا فاضل لي قطعه اللي هي بتاعه الظهر، وفاضل لي الكمين. اوكي، بس انا عايزه اقول لكم ان ال3 قطع دول هنشتغلهم كلهم زي الغرزه اللطيفه الخفيفه دي، وهبداها معاكم حالا. بصي انا هعمل ايه. انا هشتغل سلسله تمام كده. قبل ما ابدا عايزه اقول حاجه على فكره. جزئيه الضفيره دي زي ما انت شايفه، الضفيره دي تعتبر مفتحه، فيها اجزاء كده ايه مفتحه. لو الاجزاء دي هتضايقك ممكن تعملي كده، ممكن تضمي. بصي الجزء ده مفتوح اوكي، فممكن بإبرة وفتلة. تمام، تعالي هنا، رايحة فين؟ بإبرة وفتلة تضمي الجزئين دول بغرزة واحدة كده، طبعا من الخلف يعني، أكيد من الخلف. أوكي، وهنا في واسع فغرزة كمان كده، وهكذا. لو عايزة تقفلي الأجزاء اللي هي المفتوحة دي. أوكي، لو مش عايزة أوكي برضو شكلها لطيف ومفيش مشكلة. طيب أنا قلت أقول الجزئية دي عشان في ناس مش بتحب الأجزاء المفتحة في البلوفرات الشتوي. طيب بصي بقى أنا هعمل إيه. أنا هشتغل سلسلة. تمام، السلسلة دي ملهاش عدد، لكنها تكون بطول البلوفر بتاعي. استنوا كده، بصي ازاي. يعني أنا هشتغل سلسلة طولها طول البلوفر من أول الكتف من فوق. يعني هبدأ من هنا، خليني في الأقرب من هنا أهو السلسلة لحد ما أوصل للطول ده طول البلوفر بتاعي. يبقى أنا هشتغل سلسلة وأنا بحطها كده من غير ما أشدها أو أرخيها، بقوم قايسة الجزء ده لحد طول البلوفر. يبقى أنا دلوقتي هشتغل سلسلة بطول البلوفر. تمام، هفترض ان انا اشتغلتها خلاص، انا كده هكرر، عشان كده انا مش عايزة ارتفاع سلسلة. تمام، هبدأ اشتغل حشو. تمام، لحد نهاية السطر. يا جماعة انا بكرر اللي انا اشتغلته. تمام، يعني كل اللي اشتغلته انا بكرره. يبقى انا هكمل حشو لحد نهاية السطر كده، غرزة حشو. تمام، بعد ما اخلص السطر للاخر تمام هقلب الشغل، هعتبر ان انا خلصت السطر، هقلب الشغل وابدأ ارتفاع
سلسلة وأبدأ دايما أشتغل في لوب واحد، وقلنا إن ده تكرار الشغل بتاعنا. تمام. هعمل كده في الظهر، واتفقنا إن أنا هشتغل الظهر بطول البلوفر، يعني هعمل سلسلة بطول البلوفر وأبدأ أشتغلها بنفس الطريقة رايح جاي لحد ما أوصل لإيه بعدد الأسطر، أوصل بالعرض بتاع البلوفر، يعني من الكتف للكتف. أنا كده خلصت السطر ده، آخر واحدة أهي، ارتفاع سلسلة، ده اللي أنا هفضل أكرر فيه. أشتغل في اللوب الخلفي كده، تمام، وهكذا تكرار الشغل، تمام، لحد ما اوصل للكتف، من الكتف للكتف. انا هنا عملت قطعة يعني مش واصلة، تمام، والشغل كده المفروض مرتاح. انا من المفروض ده الظهر، معلش بس هوريكم هيكون الشغل ازاي. تمام. طيب اهو الوش بتاع البلوفر، المفروض انا بكمل الجزء ده بعرض البلوفر، يعني المفروض من الكتف للكتف كده. انا هنا مش مكملاه، يعني ناقصه جزء كده كويس، يعني كبير. اوكي. طيب انا من المفروض بقى هعمل ايه بعد ما اكون كونت القطعة كاملة كده؟ المفروض تكون كاملة ولا اي حاجة. انا هخيط الجنب ده وهخيط الجنب التاني في الظهر. حلو. وبعدين قبل ما اخيط الجناب والاكتاف، المفروض اهو الكتف على الكتف، وهسيب بقى الجزء ده مهم، هسيب مكان فتحة الباط او الجيرو، وابدأ اسيب مكان فتحة الجيرو، وابدأ اضم او اخيط الجنب، وابقى سايبة الجزء ده مفتوح للكم. تمام. طيب تعالي بقى نعرف اسيب فتحة الجيرو قد ايه. طيب لو انا بعمله ليا انا، فانا بالمزورة هسيب في المنطقة دي لو بعمله ليا 18، يعني هقيس من الكتف كده، تمام، الى الجزء ده 18، وابدأ اخيط من اول هنا. تمام كده، 18 او 16 على حسب دراعك. تمام. يعني ممكن 16 يناسب ناس، هيكون حلو جدا برضو. لو ناس متوسطة يعني مش هقول نحيفة، متوسطة. تمام. طيب 18 واسع بزيادة لناس يعني 2 اكس لارج 3. حلو كده. طيب ده كده لحد كبير. انا دلوقتي قلت في بداية الفيديو ان انا بعمله لطفل 9 إلى 10 سنوات، فانا من المفروض هسيب هنا 14. تمام، 14، وابدأ الم واخيط. ادي ال14، يبقى انا هلم من اول هنا. حلو كده. وال14 دول برضو هيكونوا واسعين وحلوين جدا. نقدر نسيب من 14 إلى 12، و12 دي لحد نحيف. اوكي. لو بعمله لبيبي صغير فانا هسيب فتحة الجيرو 10، و10 دي هتكون واسعة وبزيادة. لبيبي نحيف، طبعا لما بقول كلمة بيبي يعني بقصد سنة. تمام، بقصد سنة، مش بقصد بيبي مواليد. اوكي، اقل ما فيها سنة. هسيب 10 الى لو البيبي نحيف 8، هيبقى حلو جدا جدا. حلو الكلام. طيب انا كده اتكلمت عن الظهر وعن تشبيكة الظهر وعن المقاسات اللي انا هسيبها. طيب انا هعتبر نفسي عملت جزئية الكم. حلو الكلام. انا هشيل دي وكأنها هي جزئية الكم، لان جزئية الكم انا بقى هشتغلها ازاي؟ انا هاخد طول الكم، احنا اتكلمنا في بداية الفيديو، هاخد طول الكم للشخص
وقلنا هناخد ازاي المقاس في بداية الفيديو. هاخد طول الكم وهبدأ اشتغل سلسلة بطول الكم، سلسلة بطول الكم كده، وهبدأ بعد ما عملتها هشتغل نفس الشغل. حلو كده. فانا هعتبر ان انا ده كده الكم بتاعي واشتغلته بطول السلسلة. فانا من المفروض هعمل ايه؟ اهو الكم بتاعي المفروض ان انا سايبه مسافه هنا عشان اخيط الكم. على فكره القطعه دي اقل كمان من 9 سنوات، خدي بالك ان انا عامله بس كده ايه. حلو. فهبدا بعد ما اعمل القطعه دي مقاسها، تعالي كده نشوف. انا من المفروض قلت 14 للسن اللي انا بعمله، فانا من المفروض 14 و14 28. يعني انا من المفروض قطعة الكم اللي عندي دي تبقى 28. بصي كده معايا 20 بس، عشان كده وانا بقولك هي مش كاملة، فدي كده يعني حاجة كروكي بس عشان نفهم احنا هنعمل ايه. فدي لسه هتكمل بالمقاس اللي انتي عايزاه، وابدأ بعد كده الاتنين يتخيطوا في بعض. تمام، خياطة يا جماعة. وابدأ بعد الخياطة اشبك هنا الكم بتاعي. تمام، هعتبره بقى ان هو كامل عشان يبين بس شكل الشغل اللي انا بعمله. هبدأ اشبكه هنا. اوكي، يبقى انا كده عملت معاكي كل التفاصيل بتاعته، وهي تفاصيله متكرره. طبعا لما تيجي تخيطي يا ريت تبقي بتخيطي على القلبه، يعني كده عادله البلوفر، تقلبي البلوفر. الكم كده كده عدلته زي قلبته على فكره، مش هيفرق خالص. وتبدأي تخيطي تمام في بعضه في الداير كله. تمام. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وتنفذوه. ملحوظة، ممكن الجزئية دي لو مش عجباكي تعملي فيها غرزة حشو عشان تساوي بس الأجزاء دي. شايفة الأجزاء بتاعت الرقبة؟ تمام. وتقدري تعملي بليسيه وتقدري تعملي اللي انت عايزاه. الجزئية دي كلها تمام تعملي فيها. انا بس اعمل في الضفيرة عشان هي اللي شكلها واضح انها مش متساوي. تمام. ببدأ اشتغل عليها يا نص عمود يا حشو. المهم ان انتي هتشتغلي هنا حاجة تساوي الشغل بتاعك ويبقى شكله حلو، بدل ما هي حتة طالعة وحتة نازلة. انا اشتغلت معاكي او قلتلك الاساس بتاعك اللي المفروض هتمشي عليه اهو. بصي حتى لما اهو تمام. طبعا في المفروض في الداير كله بتاع الرقبة. طيب في عقدة هنا بس مضايقة طيب يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة وتنفذوها. وشكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.